يعني اول 15 ماتش طلعوا كانوا حلاوه بدايات، ورجعنا تاني للقرف، ورجعنا تاني للاداء اللي زي الزفت. اللعيبه اللي مش عارفه تباصي باصتين على بعض. بالنسبه لي انا فليك فقد الثقه بتاعه المشجعين، اللي هو كان الجماهير كلها نازله تقريبا كل الماتش عارفين ان احنا هنعمل اداء كويس، عارفين ان احنا على الاقل هنصنع فرص كتير. لا، فليك فقد الحته دي عند الجماهير. انا بقيت ده نازل كل ماتش لبرشلونه دلوقتي اخر 3 4 5 ماتشات، لا انا خايف من الفرقه. انا خايف ان الفرقه هتعمل اداء زي الزفت النهارده، ما تعرفش الفرقه هتبين انهي نسخه منها، النسخه اللي هي بتاعت اول 10 ماتشات ولا النسخه اللي هي بتاعت اخر 5 ماتشات دول من ساعه ماتش ريال سوسيداد. فانا فليك برضو الماتشات اللي فاتت دي خليته يفقد كتير جدا من الثقه والهيبه اللي كانت عند الجمهور للفرقه. خلاص معظم الجماهير بقت الثقه انعدمت في الفرقه خلاص، واللعيبه النهارده اداء سيء جدا جدا جدا. يا كبينا مش عايز حد يقول لي دفاع يا جماعه، مش عايز حد يقول لي دفاع. معروفه ان الحارس ده نص الفريق. ريال مدريد في نهائي دوري الابطال اظن ما كانش فيه دفاع اسوأ من كده، اللي قصاد ليفربول ما كانش فيه دفاع اسوأ من كده، بس في حارس شايلك. فمحدش يقول لي الدفاع وحش والمش عارف ايه، كل الكلام ده اي كلام. هو الحارس وظيفته ان هو واقف في الجون عشان لما يبقى الدفاع وحش هو يصد، مش عشان يتقال لك لا هو راح عليه بكام كوره. ما اعتقدش ان هو راح عليه بثلاث اربع كور حتى، دخل فيهم اتنين والتاني واقف بيتفرج عليه. الاولى الكره تحت ايده، فمحدش بقى يقول الدفاع كان وحش والفرقه كلها كانت وحشه. هو وظيفه اي حارس ان لما تبقى الفرقه كلها وحشه هو يشيلك، مش ان هو يبقى اسوأ منهم. تشيزني جاي ليه؟ لما تشيزني جاي هيقعد، ما خلاص، ما تطلع اي حارس من الاكاديميه يقعد. هو مش فاهم تشيزني جاي ليه ما دام هو جاي مرجعه من الاعتزال وعملت الليله دي كلها وتشيزني ونافاسو عايزين واحد ومش عارف ايه، عشان في الاخر تحطه على الدكه. كنت طلعت اي واحد من الاكاديميه كان يقعد على الدكه احسن. وبارس في الجون الثاني بيقدم ضحك، مش فاهم ايه اللي هو عمله ده. الكره معديه من قدامه، سابها من هنا، قام واخدها فابيو سيلفا راح جاب الثاني. وطبعا كوندي اللي بيقدم اسوأ مستوياته بقاله 5 6 7 ماتشات زي الزفت، مش شايف قدامه. غياب كاسادو مؤثر جدا النهارده. جافي لسه عليه بدري جدا جدا جدا. فرحنا بعودته وكل حاجه، لا بس لا، كاسادو يلعب على جافي مستريح خالص. بدري النهارده مشكله بدري بالنسبه لي الابديه التسديد. جات له كره النهارده بس هي كانت جايه له برده على شماله، والكره ما كانتش مستريحه. بس برضه تظل مشكله بدري التسديد، لازم يشتغل عليها كويس جدا. رافينيا تقريبا هو الوحيد اللي كان بيحاول. ليفا زي الزفت، ماتش زفت من ليفا. الماتش اللي فات كنت قلت ان هو اتبسطت منه عشان ما بيطولش كتير في الكوره، لا كان بيطول جدا في الكوره. والفرقه النهارده كلها كده، الفرقه النهارده كلها تحس فيه لمسه زياده للكوره، ما تفهمش ايه لازمتها. العب السهل على طول، لا ده ما كانش موجود النهارده. اللي كان بيميز برشلونه في الفتره اللي كانوا بيكسبوا فيها ان لمساتهم سريعه وعارفين قراراتهم من قبل ما الكوره ما تجيلهم. لا النهارده كان في لمسه زياده بشكل غريب جدا. فيرمان لوبيز بيقدم واحده من اسوأ فتراته من ساعه ما ابتدى يلعب مع الفرقه. فتره سيئه جدا لفيرمان لوبيز. جات له كوره في الشوط الاول كان سهل جدا ان هو يجيبها بدري بدري وتريح نفسك. وهو ده اللي كانت برشلونه بالمناسبه بتتميز بيه في اول 10 ماتشات. برشلونه في اول 10 ماتشات تقريبا كانوا بينزلوا جون في الثاني في اول شوط خلاص الفرقه وقعت. انت بقيت بتلعب باريحيه. الماتشات اللي فاتت دي ما بنشوفش ده خالص من برشلونه. زي ما قلنا في الاول، هي شكلها كانت حلاوه بدايات من الفليك. الفرقه لسه شكلها عايزه شغل كتير جدا جدا. كنا بنقولها مع عوده المصابين اللي هيبتدي فليك الدنيا تظبط معاه شويه. لا انا شايف ان مع عوده المصابين الفرقه بقت اسوأ. انت باللي عملته ده كله في اول 10 ماتشات، انت دلوقتي خلاص مدريد يكسب الماتشين بتوعه هيسبقك كمان في الترتيب. كنا بنقول برشلونه هيبقى لها نقطه وبتاع، لا خلاص كده مدريد هيسبقك. ومحدش يقول في احسن فترات برشلونه واسوأ فترات مدريد، لا برشلونه كان كويس اول 10 ماتشات، من بعد كده خلاص ما بقاش كويس. او اول 15 ماتش من بعد كده برشلونه بيخسر. ريال مدريد وهو وحش كان بيتعادل، انما بعد كده برشلونه شغاله خساره في خساره. وبرده من الحاجات اللي انا مستغربها جدا فكره ان انت بعد ما تكسب ريال مدريد وبايرن ميونخ اللي هم يعتبر اتقل فرقتين كنت هتلاعبهم في الفتره دي كلها، وبعد ما عملت الاداء ده كلهم عليهم ما تعرفش تبني على ده. ازاي ما تعرفش تبني على فوزين زي دول؟ الفوزين دول كانوا المفروض يغيروا لك الموسم كله. انت كنت المفروض تدخل كل ماتش انت راكب اي فرقه معنويه. واخر حاجه هتكلم عليها منافسين جدا التحكيم النهارده. وبرضه ما بحبش نغمة انت ما كنتش حلو النهارده ولو قعدت يومين مش هتسجل. التحكيم لو كان اداني حقي في كوره في ضربه جزاء من الاثنين بتوع كوبارسي او بتاعه بابلو توري كنت هتجيب جون الماتش هيتفك. فبرضه دي حاجه ما بحبهاش التحكيم. برشلونه الماتش اللي فات لما خسرته قصاد سيلتا فيجو لحد الدقيقه 82 ما كانش اي حد يقول ان سيلتا فيجو دي هتقدر تجيب جونين عشان كانوا بيلعبوا وحش. بس مع اول جون جابوه سيلتا فيجو معنوياتهم بقت في السماء وبرشلونه هبطوا. فمحدش يقول لي بقى انت كنت وحش. سيلتا فيجو الماتش اللي فاتت كانت وحشه، جابوا اول جون خلاص، جابوا الثاني وكان ممكن يجيبوا الثالث.
فالجون بيفوق الفرقه ويهمد الفرقه اللي قدامك. فبرشلونه لو كانت جابت جون التعادل اللي هو كان 2-2 كانت هتفرق جدا. فبرضه التحكيم قرارات غريبه جدا من التحكيم. لعيبه لاس بالماس النهارده كنت حاسس ان احنا بنلاعب فرقه من شمال افريقيا، كميه كور بيقع فيها وكل واحد كل دقيقه تقريبا حد بيقع. هو ايه ده؟ ايه ده؟ والحكم رايح يحسب في الاخر 8 دقايق، في 2 لعيبه اصلا واقعين لوحدهم اكتر من 5 6 دقايق. فكل حاجه النهارده كانت ضد برشلونه، الفرقه كانت وحشه، الاداء كان زي الزفت، الدفاع كان كارثه، انياكي بينا كارثتين، التحكيم زي القرف مع برشلونه. مش فاهم ايه اللي بيحصل ده، كل ماتش تعثر لبرشلونه هتلاقي كان في حاجه بسبب التحكيم. فانا كده بالنسبه لي بعد الماتشين 3 اللي في الدوري اللي في الاخرانيين دول، انا فقدت الثقه تماما في الفرقه، فقدت الثقه تماما في فليك. اما نشوف بقى باقي الموسم هيكمل على ايه، ولا هنعمل ايه في دوري الابطال. كويس ان انت كسبان لك كام ماتش هتضمن بيهم ان انت تصعد من اول 8، ونبقى نشوف بقى على فبراير هتعمل ايه في دوري الابطال في الادوار الاقصائيه. انما في الدوري بالشكل ده احنا عارفين مدريد فوز في الثانيه هيبقى اول الدوري خلاص، انت بقى هتقعد تتعثر وهو بيكسب. ففي الدوري كمان، الدوري بالنسبه لي شكله واحده واحده عمال بيضيع، ودي كارثه بالنسبه لي، لان البدايه اللي انت بديتها دي كان باين ان انت هتخلص الدوري من بدري. وبس كده، ده كان كلام عن خساره برشلونه النهارده قصاد لاس بالماس، وبنسبه كبيره فقد صداره الدوري. واما نشوف الفرقه هتعمل ايه وفليك هيعمل ايه الماتشات الجايه. وبس كده، سلام.